زي كده البذور لما حضراتكم تحطوها في حتة فالهواء ياخدها يطيرها يوديها مناطق تانية، فتلاقي شجرة عظيمة الشأن أثمرت في مكان تاني. انت زارع هنا نفس الشجر ده ومفيش حد زرعه تاني بره. فالشجرة الوارفة المثمرة الجميلة العاشقة لأرض مصر دي، بشكر جميع الناس وبخص بالشكر عم سيد بدرية الفنان المصري البورسعيدي الرائع الجميل اللي راح هوليوود واشتهر. وهو النبتة بقى اللي بنتكلم عليها، النبتة والبذرة الطيبة. هذا الرجل يعني كان في مثل انجليزي ابويا كان دايما يردده، يقول لك انت تستطيع ان تقتلع البنت من الريف لكنك لا تستطيع ان تقتلع الريف من داخل البنت. عم سيد بدرية ده نبتة بورسعيدية جميلة، اتشالت واتشتلت في امريكا ودخلت هوليود، بس لا زالت داخله بورسعيد. لم تستطع هوليود ولا غير هوليود إنها تمحو ذاكرة هذه الأرض الطيبة العظيمة اللي خرجت لنا أعظم حركات التحرر في مصر اللي مش منظمة. يعني كانت في حركة تحرر ضد الاحتلال البريطاني في مصر مش منظمة، ده ناس شعبيين هم تطوعوا وبقوا ثوار. يعني بقوا بالنسبة لأهل بورسعيد قادة ثورة، يعني كل واحد فيهم بقى زعيم تنظيم، وناس يعني أمنت بكلامه، وناس أسعدها الحظ إن هم قريبين منه وشاركوه في عمليات بطولية. وهنيجي على الناس دي ذات يوم نتكلم عليهم ونتكلم عن شعب بورسعيد وإزاي الشعب ده أبويا ويوسف إدريس وموسى صبري وحسين عبد القدوس وحماد بيه اللي كان ماسك الإذاعة والتلفزيون وأحمد رشدي صالح، إزاي الناس دي ارتبطوا ببورسعيد وليه؟ اشمعنى البلد دي اللي أثرت فيهم وكانوا يقدروا يروحوا يقعدوا في اسكندرية؟ يعني كانوا يقدروا كل واحد فيهم يمضي الصيف وهو وأسرته في اسكندرية. هم عاشوا الحتة دي ليه؟ الشعب هنا شعب عجيب الشأن، شعب زي ما بنقول كده الأرض بتطلع فواكه هتلاقي فيه فاكهة لها طعم مش موجود على مستوى الجمهورية في حتتين، اسماعيلية وبورسعيد.